الدولة فيها موارد تستطيع ان تقوم بتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. هو ده الاشكال اللي بيني وبين الحكومة. هو مش عاوز يستوعب ان احنا عندنا موارد. اقول له والله العظيم والله العظيم والله العظيم تاني عندنا موارد تسد عجز الموازنة العامة للدولة وتفيض. انت مش قادر على دي والرؤية عندك غير واضحة. ده مشكلتك انت مش مشكلتي انا، بس مشكلته هو، ونقول له ونوضح. طيب اديني امثله. ادي لحضرتك مثال. الحكومه اليومين دولت كلها قاعده بتلف حوالين بعضها وكل واحد حاطط ايده في جيب اللي جنبه وبيطلعوا فلوس يعملوا بيها ايه سيادتك؟ يقول لك نغطي الحد الادنى للاجور. ده كلام فارغ لسبب بسيط. اما اجي اعمل حد ادنى الاجور يا سيدتي الفاضله 1200 جنيه واعمل حد اقصى زي ما قالوا 42,000، كلام محترم، كلام زي الالماظ. ولازم كمان يبقى نتعه واحده معانا نعمل الفرق ما بين ده وده اللي هو ايه؟ انا النهارده بقى لي 20 سنه وصل المرتب بتاعي 1270، يبقى الاستاذه لبنى لسه جايه جديده تاخد 1200 وانا بعد 20 سنه اخد 1270؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ السؤال بقى هنا هم ايه اللي هيعملوا ده بس تدريجيا، يعني ما ينفعش مره واحده، نتعه واحده ونخلص. هقول لحضرتك لما اخد انا 1270 بعد 20 سنه ويجي يعني العمل بتاعنا او رئيسنا او الدوله او الكلام